السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في اليوم ال16 من تحدي 30 يوم جافا سكريبت على ليد كود. سؤال النهارده بعنوان بروميس تايم ليميت. ايه المطلوب في السؤال؟ المطلوب بيقول لك ان انت عندك فانكشن، الفانكشن دي اسمها تايم ليميت. بيجي لها فانكشن، الفانكشن دي لو اتنفذت قبل التايم ده ما يخلص، ماشي، ترجع الريزلت بتاع الفانكشن دي. لا اما بيقول لك if the execution، لو الاكسكيوشن بتاع الفانكشن عدى التايم ليميت عدى التايم ليميت اللي هو مديهولك. قال لك اعمل ريجكت فانكشن، نعمل ريجكت. اعمل فانكشن تعمل ريجكت بالرساله دي تايم ليميت اكسيد. تمام، السؤال بسيط جدا. احنا دلوقتي عندنا فانكشن عايزه تريتيرن لا اما الريزلت بتاع الفانكشن، تمام، لو هي ما عدتش التايم، لا اما ترجع ريجكت فانكشن. يعني انا مثلا دلوقتي عندي الفانكشن اهي، تمام، وعندي ماشي حاجه تانية اسمها ريجكت فانكشن. ريجكت فانكشن دي بترجع حاجه اسمها تايم ليميت اكسيد، اللي هو انت عديت التايم المحدد. لو الفانكشن دي خلصت قبل التايم او في التايم، خلاص اعديها. لو عدت التايم خلاص اعمل ريجكت، رجع ريجكت. اعمل فانكشن تعمل ريجكت بالرساله دي تايم ليميت اكسيد. يبقى انا كده محتاجين نعمل ايه في حاجه في البروميس في الكلاس بتاع البروميس. جواه ستاتيك فانكشن. يعني ايه ستاتيك فانكشن؟ ستاتيك فانكشن هي فانكشن بتتنادى على الكلاس نفسه، مش محتاجه انك تعمل اللي هو تعمل اوبجكت من الكلاس وبعد كده تاخد بقى الفانكشن من جوه. لا، هي بتتنادى على الكلاس نفسه، دي ستاتيك فانكشن. بتعمل ايه؟ بتاخد مني اري. الاري ده عباره عن ايه؟ عباره عن تو async فانكشن او تو بروميسز. تمام، وتبدا تعمل ايه؟ تبدا تشوف اللي بيتنفذ الاول بتنتهي بعديه. يعني هي اللي بتنفذ الاول خلاص بتنتهي على كده. فاحنا هنعمل ايه؟ هنديله في الاول، الفانكشن بتاعتي، تمام، وادي الارجيومنتس اهي. بعد كده هديله الناحيه التانيه ايه؟ هقول له والله لو الفانكشن دي خدت وقت، ماشي، احنا هنعمل هنا برضو نيو بروميس. البروميس ده عباره عن ايه؟ بياخد مني اول حاجه البروميس معروف بياخد ايه؟ بياخد مني الريسولف، احنا مش محتاجينه، احنا محتاجين الريجكت. الريجكت دي فانكشن جوه البروميس على طول، هي يعني هو بيتبعتوا ليك لوحدهم، تستخدمهم على طول. تمام، ايه اللي هيتم هنا؟ هقول له والله احنا هنعمل جواه حاجه اسمها سيت تايم اوت. سيت تايم اوت دي، تمام، كل اللي بتعمله عايزين خلال التايم كده، بعد التايم تبدا تعمل ايه؟ تبدا هنا تستخدم الريجكت دي، تستخدم الريجكت فانكشن كده وتديها الرساله اللي هو قايل عليها. واحده واحده معايا وهفهمكم تاني برضو ايه ايه المقصود باللي انا بعمله تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، يبقى انا عندي كده دلوقتي بروميس دوت ريز دي بتعمل ايه؟ بتاخد مني اري اوف بروميسز او اري اوف الفانكشنز، يعني الاي سينك دي، واللي بتتنفذ الاول هي بتنتهي على كده. فهخد مني اول حاجه الفانكشن دي، هتقعد تعمل شويه اوبريشن، هتاخد تايم معين معرفش ايه هو. ورحت جاي انا عامل هنا تاني بروميس عشان ارجع ريجكت. رحت جاي عامل جوه سيت تايم اوت. سيت تايم اوت دي هتستنى التايم بعد كده تروح جاي عامله ريجكت. طب والله الفانكشن دي اللي هي دي خلصت قبل ما انا اصلا قبل ما التايم بتاعه يخلص عشان يبدا يعمل ريجكت. خلاص كده الريتيرن رجع، خلاص الفانكشن خلص. طب لا، ده الفانكشن دي خدت تايم، كان التايم خلص والفانكشن دي بدات تتنادى، بدا بقى يعمل ريجكت بقى وكده. خلاص ادام عمل ريجكت هنا هيلغي برده الفانكشن دي، فبالتالي الناتج ده مش هيرجع. يبقى انا كده قدرت والله لو الفانكشن بتاعتي دي خلصت قبل التايم، قدرت ان انا ارجع له الريزلت اللي طالع منها. طيب لو الفانكشن دي ما خلصتش قبل التايم، خلاص انا عملت له ريجكت بتايم ليميت اكسيد. بسم الله الرحمن الرحيم كده ونرن. تمام، اكسبتد سبميت. بسم الله. تمام، اكسبتد الحمد لله. السؤال بسيط، مش محتاج منك بس غير اللي انت تكون عارف البروميس دوت ريس دي بتعمل ايه. آه تلعبها بطريقه كويسه، بمعنى والله انا دلوقتي بعمل سباق بينهم، اللي تخلص الاول ترجع والتاني خلاص تنتهي. هو ده باختصار كده او بالبلدي المطلوب في السؤال. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكلمني. اشوفكم ان شاء الله في اليوم ال17، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.